السلام عليكم بنات، لاباس عليكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا فيديو جديد، نهار جديد. مرحبا بكم مع فاطمه الزهراء ام ميار. اليوم ان شاء الله نوجد معكم هاد لاغوسيط غادي نشاركها معكم ان شاء الله. قلت علاش ما نصورش ونشاركها معكم. عباره عن الكيك رولي. كيجي بنين البنات، كيجي رائع. نقولوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاج 4 ديال البيضات كبارين كما كتشاهدوا معايا. عندي كيس واحد ديال سكر فانيلا، كيس واحد ديال الخميره، كاس ديال العلبه ديال السكر حبيبات، 2 كؤوس ديال العلبه ديال الدقيق، قبيصه ديال الملح. هادو هما المكونات البنات. البيضات يكونوا بحراره المطبخ. بالنسبه للمول اللي غادي نحتاج هاد المول مربع كما كتشاهدوا معايا. بعد ما لبستو هذاك بابي كويسو صافي، هنا غادي نوضع البيض ديالي فواحد الاناء كما كتشاهدوا معايا. كنفسخ هذوك 4 ديال البيضات. هاد الكيك بسيط البنات، بزاف وسهل في التحضير وكيوجد بسرعه. تقدروا توجدوه هكا في الكوتي العشيه مع كاس ديال القهوه وداكشي، صراحه كيجي غزال. صافي هنا وضعت البيض وضفت هذاك كاس ديال سكر حبيبات، وضفت راس معلقه كيف ما شفتوا معايا ديال الملح، قبيصه ديال الملح يعني كنستعملوها في اي حاجه. صافي وهنا كنخلط. صافي هنا كنخلط هذاك البيض ديالي البنات مزيان. انا هنايا نسيت الكيس ديال السكر فانيلا، ما ضفتوش مع السكر. هنا غادي نضيفه في هذه المرحله. صافي وغادي نكمل الخلطه ديالي ديال البيض. صافي غادي نخلط البيض ديالي مزيان حتى يولي الخليط ديالو لونه ابيض ويولي كثيف. كما شاهدتوا معايا البنات، راه المكونات ديال هاد الكيك او لا جنواز بسيطه جدا، راه موجوده في كل بيت. صافي هنا كما كتشاهدوا معايا الخليط ديالي ولا ابيض. المهم انا هنا باقا مستمره في الخلط كيف ما ذكرت معكم حتى يولي هاد الخليط يولي ثقيل. صافي كنستمر على هاد الحال. شوفوا البنات الخليط ديالي كيفاش ولا. صافي هنا الخليط ديالي واجد. هنا غادي نبدا نضيف في الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي 2 كؤوس وعندي كيس واحد ديال الخميره ديال الحلويات ديال 8 غرام. صافي هنا بالنسبه للدقيق البنات ضروري ما تصفيوه، ضروري ما تصفيو الدقيق مزيان. ولا صفيتوه 2 مرات احسن. صافي هنا انا صفيت الدقيق ديالي. هنا كنصفي هذاك الكيس ديال الخميره حتى هو كنصفيه في الصفايه. بالنسبه للدقيق صفيته 2 نوبات البنات، صفيته مره من قبل ورجعت صفيته المره الثانيه معكم ما فوق من الخليط. صافي هنايا الخليط ديال الكيك ديالي هو واجد. كنصبو في هذا المول وكنهز يدي الفوق باش الكيك ديالي يجي مهوي ويجي خفيف من الداخل. صافي وكنوزع هذاك الخليط على هذاك المول كامل، نوزعوه نحاولوا نقادوه مزيان البنات باش الكيك ديالنا يجي كامل حجم واحد، يجي ما تجيش جهه عاليه وجهه حانيه باش يجي مقد. صافي كنحاول نقادو بداك السباطو. صافي هنا صافي الكيك ديالي. صافي هنا الكيك ديالي طاب.
او الجنواز. هنا من واحد الجهه البنات كما كتشاهدوا معايا راه تحمرت لي بزاف واحد الجهه. صافي هنايا حاولت نقطعها بالسكين وحيدتها صافي. ولوت هذاك الكيك ديالي، عملته في بابي كويسو، لويتو عملته في واحد كيس بلاستيكي باش هكذا كيشبر داك الفورمه ديال الكيك رولي صافي. هنايا حليته صافي، حليته هنايا صافي. هنا جبت المربى او الكونفيتير. المهم بالنسبه للكونفيتير تقدروا تستعملوا اي نكهه بغيتو. انا هنا استعملت الفريز. هاد الكونفيتير الكونفيتير منزلي موجوده في المنزل. كيجي رائع ان شاء الله. دابا نشارك معكم لا غوسيت ديال تحضير الكونفيتير ان مربى صافي. هنا كان نلوي هذاك الكيك ديالي صافي، وكندهنو عاوتاني بالمربى من الوجه ديالو صافي، وكنرشو هنايا بالكوك صافي. البنات الكيك ديالي كيجي على هذا الشكل كما كتشاهدوا معايا، راه كيجي رائع 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 ما شاء الله. كيستحق التجربه البنات، غير جربوه ما غاديش تندموا، لان بسيط وكيوجد بسرعه بسرعه وما فيهش مكونات كثيره. كما شاهدتوا معايا راه المكونات ديالو جد بسيطه. الكيك ديالي كيجي على هذا الشكل. كنتمنى هاد لا فيديو تنال اعجابكم، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم، وشكرا على التعاليق الرائعه الرائعه اللي كتخليو لي في الفيديوهات كاملين. كنقول لكم شكرا. كنتمنى هاد لا فيديو تكون خفيفه ظريفه على قلبكم. هانتوما البنات هنا كنحاول نقرب لكم الصوره باش تشوفوا القوام ديال الكيك كيفاش كيجي من الداخل. كيجي خفيف بزاف البنات، لان هاد الكيك ما فيه لا زيت لا حتى حاجه. كيجي رائع. تقدروا هاد الكيك هذا تستعملوه حتى للطرطات، كيجي رائع وما فيهش مكونات كثيره. كيوجد بسرعه، تقدروا في اي ساعه تنوضوا توجدوه للكودي مع كاس ديال القهوه، علاش لا. كيجي اكثر من رائع. كنتمنى ينال اعجابكم. هانتوما البنات كيجي غزال بزاف. وهنا نقول لكم السلام عليكم، تلاقاو فيديو جديد.